اللي حصل؟ احمد حلمي عامل فيلم جديد اسمه النونو. طيب حلو، ايه المشكله؟ ما احنا بنحب احمد حلمي، اكيد بنحب احمد حلمي، بس احمد حلمي اكتشفنا ان هو ما بيحبناش. ليه؟ لما تروح تعمل فيلم مسيء للمصريين يبقى لازم نقف يا احمد ونوقفك، يمكن تفوق، بس ما اعتقدش، لان الفلوس ساعات بتعمل بصر. طيب ايه اللي حصل؟ طبعا المستشار تركي آل الشيخ كان انتج فيلم اولاد رزق، وكان عمل ضجه كبيره جدا 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 جدا، وكل الناس حبت انها تدخله. وانا عن نفسي دخلت الفيلم ده في العيد، وكنت فاكره ان هو لما دخلت والله الواحد ندم ان هو دخله اصلا. الفيلم عباره عن دعايه للسعوديه. طبعا شيء جميل، انا مش بقصدي على الحته دي خالص. طبعا السعوديه طورت من نفسها جامد وبقى فيها حاجات حلوه، يعني انا ذات نفسي لما اتفرجت على الفيلم شفت حاجات حلوه جدا في السعوديه وموسم الرياض وحاجات جميله جدا، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يزيدهم، انا ما قلتش حاجه. طيب ايه المشكله بقى؟ طلع احمد الفيلم اولاد، طبعا كلكم سمعتوه، ان احنا مجموعه مصريين جايين بينصبوا في السعوديه والكلام ده كله، واحنا كلنا زعلنا ان احنا يعني انت مطلعنا نصابين، يعني برضو حته مش حلوه. بس احنا قلنا يمكن فيلم يعدي عادي، وهو كان الفيلم عباره عن دعايه، قلنا مش مشكله عادي، هو ممكن عشان هو قصه الفيلم كده، واحمد احمد عز كان عامل جزئين قبل كده، قلنا عادي الدنيا تعدي. انما لما يجي احمد حلمي فنان كوميدي، فنان كوميدي وتركي آل الشيخ يروح يخليه نصاب كبير، وغير كده يعملوا فيديوهات هو واحمد حلمي ويتكلموا على الفيلم، ويقول تركي آل الشيخ بصوته ده احمد حلمي عامل فيلم جديد اسمه النونو، وهو جاي فيه نصاب كبير. نصاب في ايه بقى؟ هم عاملين حاجه اسمها مش عارف، حاجه زي اسمها موسم الجيمنج وحاجات من ديت، ان هو هينصب عليهم فيها. الحته اللي جايه بقى اللي هي فيها تلقيح، ان هو هينصب كمان باسم الحج والعمره، اللي هم الشركات اللي بتطلع المصريين حج وعمره، يعني نظام تلقيح. طبعا احنا لما جينا اتكلمنا في الناس اللي راحت حج وعمره من غير تصريح، قلنا اكيد ان هم غلطانين، احنا ما كناش معاهم، احنا ضدهم، تمام. بس هم اكيد اللي بس لهم عذر، في ناس بقى نفسها تحج ونفسها تعمل عمره ونفسها تزور بيت ربنا، بس ظروفهم الماديه ما بتسمحش. بس برضو احنا اكيد نقول هم غلط، لازم الواحد يمشي صح ويمشي صح، يحتار عدوك فيك. انا معاكم في الحته دي. انما لما تروح تعمل فيلم يا احمد تسيء للشعب المصري بالطريقه دي وتطلع نصاب كبير زي ما تركي آل الشيخ بيقول، والفيلم يبقى مسيء ويلقح على المصريين تلقيح مباشر، تمام، يبقى لازم نقف، يمكن تفوق، بس انا ما اعتقدش ان انت هتفوق. زمايلي كتير من التيك توك ومن على اليوتيوب اتكلموا في الموضوع ده، بس ما فيش فايده، ما فيش حاجه اتغيرت. اللي انا مستغرباه من تركي آل الشيخ، انت عايز توصل ايه للشعب المصري؟ احنا برضو ممكن، يعني انا شايفة ان الشعب السعودي مش كلهم طبعا، شايفة ان بعض من الشعب السعودي جاي قوي على المصريين على السوشيال ميديا. فانا بقول ربنا يهدي، احنا اخوات، شعب سعودي، شعب عربي، شعب مصري، شعب اي شعب عموما عربي، احنا كلنا عرب وكلنا بنحب بعض. بس للاسف في فئة منا عايزة تعمل فتنة بينا، فيا رب يا رب يا رب نفضل كده شعب واحد وبنحب بعض. ويا رب يا احمد تفوق، لان اللي انت بتعمله ده غلط جدا جدا جدا، وانا شايفه ان هو صراحه حاجه مستفزه او قوي. ربنا يهديك. يا ريت بقى كلنا نقف عند الحته دي ونعمل وقفه، كمصري، كأي مصري بيحب بلده، وما يسمحش ان حد في الدنيا يقول علينا نصابين، عشان المصريين مش نصابين. لو هنتكلم عن الناس اللي مش كويسة، اكيد في كل بلد في العالم فيها ناس كويسة وفيها ناس مش كويسة، بس لما يجي طبعا احنا كلنا عارفين ان مصر هي هوليود العرب، تمام. واي حد عايز يطلع منتج عنده او عايز يخلي الناس تشوف بلده، بيجيب ممثلين مصريين عشان تمثل البلد اللي هم فيها، عشان طبعا اللغة ولا اللهجة المصرية هي اللهجة اللي سايدة في العالم العربي كله. طبعا الحتة دي احنا عارفينها وبنفتخر بيها، بس لما تسيء ببلدنا وتقول علينا نصابين، لا يا تركي آل الشيخ، عيب جدا. اعمل فيلم كوميدي، اعمل فيلم، اشوف اي يعني سيناريو تاني غير ده واعمله. انما تعمل فيلم اولاد رزق نصابين، واحنا قلنا يمكن عادي، لان هم اصلا كانوا في الجزئين الاولين نصابين، وتيجي تعمل احمد حلمي تجيبه فنان كوميدي تعمله نصاب بيتكلم عن الحج والعمره، اللي احنا كان من يومين بنتكلم في الموضوع دوت، وتيجي تتكلم عنه تاني باسم فيلم
واللي يعمله كمان ممثل مصري، يبقى انت كده بتستفز المصريين. مقاطعه لاحمد حلمي، مقاطعه ليه على كل البرامج اللي على السوشيال ميديا، مقاطعه ليه لو انت بتحب بلدك اعمل مقاطعه وما تخشش الفيلم دوت. لو انت بتحب بلدك مصر ومش عايز تطلعنا نصابين، ينجح في اي بلد تانية مش مشكله، احنا مش عايزينه، بس احمد حلمي لازم يفوق ويعرف ان هو بيهين بلده. واي ممثل يهين مصر باسم مصر ان هو ممثل مصري احنا بنتبرى منه وما احناش عايزينه، ولا احنا نعرف عنه حاجه، وهو يروح يعمل اللي يعمله. ياما كل البلاد فيها الحلو وفيها الوحش، واحنا مضطرين نستحمل كل الفئات. فاللي عنده وطنيه وبيحب بلده يا ريت ما يخشش الفيلم ده. انا عن نفسي مش هدخل الفيلم دوت ولا عايزه ادخله. ليه؟ لانه بيسيء لبلدي. يا رب نفهم بس، يا رب نفهم بس.